بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن هرمز. هرمز يعني ايه؟ هي كلمة يونانية معناها الثالوث المقدس او مثلث القدسية. وقلنا ان هرمز هو أودوريس، هو إدريس، هو ذي القرنين. ده ثلاثة، ده المثلث اللي هو مثلث القدسية ده. لأن أودوريس هو إدريس هو ذي القرنين زي ما اتكلمنا قبل كده. ولو رجعنا لكتاب مانيتولوس السمنودي هنلاقي أوزوريس اسمه أوزوريس ابن كونو ابن جبتو مصرايم. طيب، قلنا قبل كده إن اسم ذي القرنين هو شداد بن عديم من برشيم من قفطيم من مصر من مصرايم. جبتو ده اللي هو مصرايم، مصر ومصرايم. جبتو ماشي. النقطة التانية إن هو سمي بذي القرنين لأنه أول من خط بالقلم، وأول حرف كتب هو حرف الألف، وكان عبارة عن رأس طور له قرنين، فسمي بذي القرنين. وكان طبعا حياته معظمها في منف دي اللي هي جنوب الجيزة، يعني أهرامات الجيزة. وهو اللي قلنا قبل كده إن هو اللي بنى أهرامات الجيزة. ولم تزل مشايخ مصر يقولون أن الأهرامات بناها شداد بن عاد، اللي هو شداد بن عديم بن برشيم بن قفطيم بن مصر بن مصريم بن هود عليه السلام بن عبد الله بن رباح بن خالد الجلدي بن عاد بن عاص بن إرم بن نساء بن نوح. هذا وإلى اللقاء آخر، والسلام على من اتبع الهدى.